يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. حياة القلب وراحته وأمانه بالاستجابة لله تعالى وترك المعاصي، لأن القلوب بيد الله وحده يقلبها كيف يشاء، وهو سبحانه وتعالى يحول بين المرء وقلبه ويستحوذ عليه ويسيره كيف يشاء. وكثير من الناس ينزلقون في المعاصي ليحققوا السعادة ولا يجدونها، وترى قلوبهم مضطربة خائفة، لأن هذه القلوب التي بين جنوبهم ليست ملكا لهم، إنما هي بيد القهار يقلبها كيف يشاء. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فالاستجابة لأوامر الله تعالى حياة بعد موت، إنه طريق الله الذي ينير القلوب في الدنيا بالراحة والسعادة والأمان، وصراط الله المستقيم الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة ب10 أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي وصححه الألباني. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.